بتبدأ الحكاية بوحش شكله مخيف جدا في وسط غابة، وفجأة بيظهر واحد من العدم قدامه بيطير بطنه نصين، وعمل ده بكل سهولة كأنه بيموت صرصار كده. وده بقى زعيمنا يوجي. نروح بقى دلوقتي لنقابة المغامرين اللي في المدينة دي. بنشوف واحد هناك اسمه فيل عمال بقى يزعق مش فاهمين ليه، بس بنفهم دلوقتي لما قال انه شاف بنفسه سلايم بيخرج نار من بقه، وبيحاول يحلف للناس اللي قدامه ان ده حصل. بس طبعا كل اللي قدامه قعد يضحكوا عليه علشان اللي بيقولوا ده غريب، لان اللي يعرفوه يعني ان السلايم عمره ما يطلع نار من بقه. واحد بقى منهم قال له انت اكيد شفت ده في الحلم، ومهما حلف الراجل ان هو شاف الكلام ده بنفسه مفيش حد مصدقه. وفجأة بيظهر يوجي قدامنا وفي كتفه السلايم اللي كانت سيرته بسير الجدل من شوية. ويجي هنا اصلا علشان يخرج الورد اللي كسبه، والورد ده الواحد بيكسبه لما يقدر يعني يروض الوحوش. فبنلاحظ انه خرج ورد كتير جدا. وقتها بقى موظفة الاستقبال وفيل وزمايله اتصدموا من كتر الورد ده، وقعدوا يسألوا بعض هو مين ده اصلا. واللي شاف كمان كمية الورد دي مدير النقابة، اللي بيقول بصوت عالي الورد ده ممكن يكفينا لسنتين قدام. وفجأة وهم واقفين كده موظف بيروح لمدير النقابة وهو مخضوض جدا، وبيقول بقى ان في مصيبة هتحل علينا وعلى اللي خلفونا، لان في وحوش كتيرة جاية من الغابة وهتيجي علينا دلوقتي. والخبر ده صدم المدير جدا، بالذات لما الراجل قال له ان الوحوش تقريبا كده عددهم 10,000. وقتها بقى المدير نادى على كل الموظفين اللي في المكان علشان يأمرهم يمشوا فورا، ويعملوا بقى نداء لكل الناس اللي في المدينة، واللي يلحق يمشي معاهم تمام، واللي ما يلحقش يبقى الله يرحمه. وقتها فيل اعترض جدا على الكلام ده، وكان ضد انهم يمشوا من غير اخلاء المدينة لان دي ارواح برضه. بس ساعتها المدير قال له ده احسن حل دلوقتي، ان اللي يجري ويلحق هو اللي يعيش. ما فيش وقت يعني نقعد ناخد كل واحد من بيته، دول خلاص الوحوش جايين علينا. في الوقت ده يوجي بقى قال انا عندي حل، وقام طلع كده عظم التنين من بق السلايم بتاعه. وبعدها قال لهم انا ممكن بتعويذه عظمه التنين دي اقتل الوحوش كلها. واللحظه دي بقى الكل بص عليه واستغرب جدا، بالذات يعني فيل اللي فضل يحوم حواليه وهم مش عارفين يعني هو هيعمل كده ازاي. بس فيل اللي يعتبر مراود وحوش معروف يعني والناس بتثق فيه قال بصوا تعالوا نجرب، مش هنخسر حاجه، احسن برضه من اننا يعني نحط ايدينا على خدنا ونهرب زي الجبناء. وبالفعل الكل وافق وخلاص خطة يوجي هي اللي هتمشي. وبعدها بقى كل المغامرين رموا أسهم كده مخادعة على الوحوش. أما يوجي بقى فخلى الذئب بتاعه يروح الغابة بنفسه هو وكام سلايم كده والساحرة اللي بتشتغل عنده، علشان لو شافوا حاجة غريبة بتحصل في الغابة يبلغوه فورا. وفي وسط ما يوجي بقى بيدور على تعويذة مناسبة، الساحرة كلمته علشان تقول له إن في واحد شكله غريب هنا وخاف وشه. وقتها يوجي طلب منها إنها تعطله وما تخلوش يمشي، لأن ممكن يكون الراجل ده ليه علاقة باللي بيحصل. وبالفعل السلايم ربطه في مكانه وما خلوش يتحرك. وكان معاه برضه حجر سحري لونه احمر، وده الحجر بقى اللي ممكن تنقل عليه التعويذ واللعنات. يعني احتمال كبير جدا يكون الحجر ده اللي بيعمل اللعنه اللي بتحصل دلوقتي. ولما عرف بقى يوجي بخبر الحجر ده امر السلايم بقى والناس التانية يستعملوا سحرهم علشان يبطلوا اللعنه. وبالفعل سمعوا كلامه واللعنه اتفكت، وبكده مفيش وحوش اكتر من اللي موجودين هيجوا المكان تاني. ساعتها الراجل ده فضل يصرخ وقال بقى بصوت عالي اكيد في يوم من الايام العالم الزباله ده هينتهي اكيد. وقام بعدها قتل نفسه. واللي عمله ده بقى عرفوا يوجي واتصدم جدا من فعله. على الجانب التاني بقى كل المغامرين محتاسين ومش عارفين يعملوا ايه، لان مهما ضربوا وقتلوا الوحوش مش بتخلص برضه. في نفس الوقت يوجي بقى لقى التعويذه اللي ممكن يعملها، وهي انه يعمل حاجز حوالين المدينه كلها، ويستخدم بقى تعويذه قويه تضرب الغابه من اولها لاخرها. وبالطريقه دي بقى يقدر يقتل كل الوحوش. فقام ندى بقى ليلي اللي هي موظفه الاستقبال يعني، واللي كانت بالمناسبه مراقباها ومفكراها مش شايفها، وقال لها تنادي على كل المغامرين وتقول لهم يدخلوا القصر فورا، وكمان يبعدوا عن الغابه اللي فيها الوحوش لانه هيضربها دلوقتي. فليلي بقى قالت له حاضر هعمل كده. وقامت بقى راحت بالفعل لمدير النقابه وعرفته باللي يوجي قاله. ساعتها بقى نادى على كل المغامرين انهم يدخلوا بسرعه، وكلهم دخلوا ما عدا فيل وفريقه اللي صمموا يحاربوا الوحوش دي لاخر نفس. بس وقتها ممكن هما كمان يتصابوا مع الوحوش وكده انتحار. فيوجي بقى نادى الذئب بتاعه علشان يطلب منه يتصرف. وبالفعل الذئب عمل الواجب وزياده مع الوحوش اللي مع فيل وعضهم بقى وجاب اجالهم كلهم. وبكده بقى فيل وفريقه دخلوا نقابه المغامرين تاني. وبعد ما دخلوا يوجي بدأ بقى في تعويذته، وصنع في الأول حاجز سحري علشان يحمي كل اللي في المدينة. وبعدها زي ما كان مخطط بالظبط عمل تعويذة قوية جدا على المكان اللي بره الحاجز، ووحوش كتير ساعتها ماتت بالفعل. والانفجار اللي حصل نتيجة التعويذة دي كل المغامرين كانوا مصدومين منه. وفيل قال إنه عمره ما شاف تعويذة بالقوة دي قبل كده، وطبعا بيكون مبسوط جدا ومبهور بيوجي. ولما خلص بقى الانفجار المفروض كل الوحوش تموت بقى، بس لا يا زعيم مش كل الوحوش ماتت للأسف. فيوجي ساعتها قرر يعمل التعويذة
دي تاني، بس في مشكلة، وهي إن لو التعويذة عملها تاني هتضر صحته جدا، بس ما كانش في حل تاني للأسف. وليلي ساعتها حاولت توقفه وتقول له ما يعملش كده، بس هو صمم، وبالفعل عمل الحاجز تاني وعمل تعويذته من جديد. وبعد الانفجار التاني ده كل الوحوش ماتت فعلا، ويجي كمان يعتبر يعني من كتر تعبه واغمى عليه. واللي أخده بيته بقى ورعاه هي ليلي اللي كانت يعني خايفة عليه جدا، ولما فاق بقى وبقى كويس شكرته جدا على اللي عمله. بس أول بقى لما لفت وشها ورجعت له تاني لقيته خرج من الشباك. وبنعرف بقى إنه قرر يروح مع فريقه الصحراء المدينة جنبه كده اسمها كيليا، والمدينة دي معروفة بالبلطجية واحتمال كبير قوي يكون عايش فيها اللي ورا اللي حصل ده. فراحها علشان يعرف مين الناس اللي ورا اللعنة اللي حصلت دي وكانت عايزة ايه بالظبط. على الجانب التاني بقى رئيس النقابة عرف بالراجل اللي فريق يوجي لقاه في الغابة، وكان معاه كمان جهاز كده أخده هو. وبنعرف إن في علامة في الجهاز ده بتدل إن الراجل اللي لقوه أصله من طائفة معينة كده، فهم شاكين إن الطائفة دي هي المسؤولة عن اللي حصل. واللي سمع بقى الكلام ده كله يوجي اللي كان مودي السلايم بتاعه هناك علشان يتجسس على النقابة، فحط في دماغه قرار الطائفة ده. وخلاص بالفعل وصل للمدينة. ولما راح المدينة بقى أول حاجة عملها هي إنه أكل شوية لحمة كده هو واللي معاه. بعدها قام راح للنقابة اللي هناك علشان يسجل نفسه كمغامر. بس للأسف موظفة الاستقبال بتعرفه إنه صعب أوي أوي يعني يلاقوا مهنة المغامر دي هنا، بس مادام بيعرف يلاقي الوحوش فممكن عادي تسجله كمستكشف. وبالفعل خلاص اتسجل كده. في نفس الوقت بقى في 3 شافوه وعرفوا انه لوحده، فكانوا عايزينه يبقى معاهم في الفريق لانهم ال3 محتاجين مستكشف. اول واحد اسمه روديس، وده بقى مقاتل ومتمرس جدا في الخناجر، وكمان مش موجود في فريق حاليا. والتانية اسمها ليسا، ودي متمرسة بالرمح. والتالتة اللي معاها بنعرف ان اسمها تيتا، ودي قائدة فريقها. وقتها يوجي بقى عرفهم بنفسه وقال انه عمره ما كان في فريق قبل كده بس ممكن عادي يجرب. في الوقت ده بقى ليسا عرفته ان الولد اللي اسمه روديس ده نحس، لأنه كل ما حد ينضم لينا في الفريق بتاعنا يختفي على طول، بس لو هو وافق ينضم معاهم ممكن يخاطروا ويضموا روديس كمان. فيجي بقى وافق، والفريق دلوقتي بقى 4. وأول بقى مهمة ليهم كفريق إنهم يلاقوا مكان تنين معين كده. وبالفعل بالليل راحوا مع بعض، واللي ساعدهم في حوار البحث ده ذئب يوجي والسلايم بتاعه. لكن للأسف بعد ساعات من البحث ما لقوش حاجة، فقرروا يخيموا في المكان اللي هم فيه علشان يرتاحوا وبكرة يبقوا يكملوا. بعد شوية بقى يوجي سابهم وراح بقى يستكشف المكان، فاكتشف مكتبة مهجورة. والمكتبة دي مش مكتبة، دي مكتبة كلها تعاويذ سحرية كده. والغريب ان بمجرد ما تبص بس على التعويذة يبقى كأنك حفظتها عندك وتقدر بقى تستخدمها خلاص. واحدة من التعاويذ دي بقى يوجي قرر يستعملها، وهي انه يخلي السلايم بتوعه يعني يتكلموا زيه، لانه يعني ما كانش بيفهم لغتهم. بعد شوية يوجي راح بيته. ساعتها جاله كلام من السلايم بتوعه ان في حاجة غريبة بتحصل، وهي ان روديس مش في المخيم ولا حتى البنتين موجودين. فأمرهم يوجي بقى انهم يراقبوهم. ولما بقى راقبوه عرفوا انه رايح بيت بعيد كده شكله غريب، ودخل كمان. وليسا وتيتا كانوا مراقبينه اصلا لانهم شاكين فيه. ولما دخل البيت ده من غيرهم اتاكدوا انه وراه حاجه. وبنعرف ان روديس من ضمن عصابه معينه كده بتخطف الناس، وهو دلوقتي بيسلم تيتا وليسا ويوجي تسليم اهالي لرئيسه. ففهمنا بقى كده دلوقتي كل ما يكون ليه في فريق كل اللي معاه بيختفي. وبنفهم بقى من كلام رئيسه ان تسليمهم ده كويس قوي قبل ما تحصل الكارثه اللي هتحصل اول ما القمر يبقى كله ازرق. ومش بنفهم بصراحه هو قصده ايه، بس اكيد يعني هنفهم بعد شويه. المهم كل الكلام ده يوجي بقى سمعه من السلام بتوعه اللي مراقبين روديس. في نفس الوقت تيتا وليسا وقعوا في فخ روديس اللي كان عامله، وهو حبل كده كان حاطه في وسط الغابه، فبسرعه خرج علشان يخطفهم. اللحظه دي بقى ذئب يوجي قال يتصرف هو والسلايم اللي معاه، وفعلا بقى اتصرفوا كلهم ومثلوا انهم وحش عملاق ما بين الشجر. فروديس واللي معاه خافوا لحسن الوحش ده يقتلهم، وساعتها فكروا ان الوحش ده هو اللي وقع في الفخ مش فريق روديس. في الوقت ده بقى يوجي ظهر في المكان وعمل تعويذه جديده من اللي اتعلمها في المكتبه، وهي انه جمد البيت اللي فيه روديس كله بكل اللي فيه. في الوقت ده بقى ظهر رئيس العصابه اللي واضح قوي ان تيتا وليسا عارفينه، وبنعرف بقى منهم ان الراجل ده اسمه جليوس، وهو من اشهر قطاع الطرق في المدينه. عامه يوجي قال للبنات ان ده مش وقت كلام، يناموا الاول وبكره الصبح يبقوا يتكلموا. وبالفعل يوجي بقى راح لمكان تخييم تاني وخلى السلايم بتوعه يعملوا خيم كده بسحرهم بمنتهى السرعه. اللحظه دي فريقه اتاكدوا انه مش مجرد مستكشف والسلام، وشكله كده هينفحم قوي في كل حاجه قدام. ولما ناموا البنتين بقى يوجي كان عمال يفكر في كلام اللي سمعه، وايه علاقه اصلا القمر الازرق بالكارثه اللي ممكن تحصل، وايه الكارثه دي اصلا، وهل القمر ده ليه علاقه باللعنه اللي حصلت في المدينه. وكان عمال يسال ومش لاقي اي اجابات.
تاني يوم بقى كمل طريقه هو وتيتا وليسا علشان يكملوا استكشافهم لتنين الارض ده، وهم ماشيين كده كانوا مستغربين جدا لانهم مش لاقيين اي وحوش قدامهم. فعرفهم يوجي بقى ان السلام بتوعه قايمين بالواجب وما يلاقوش خالص، هم اللي قتلوا كل الوحوش اللي هنا. في اللحظه دي بقى البنات استغربوا جدا، ما هم يعني ما كانوش متوقعين ان السلام بتوعه دول اقوياء كده. وفجاه وهم ماشيين القمر اتحول للونه الازرق، ففضلوا يسالوا نفسهم ايه اللي بيحصل ده. واللي شاف بقى المنظر ده هو مدير نقابه المغامرين والقس اللي فيها، واضح كده ان القس مش مستغرب وعارف ده معناه ايه. المهم بعد شويه السما رجعت لطبيعتها تاني في نفس الوقت اللي ظهر فيه وحوش قويه جدا. فالسلايم بقى ويوجي استعملوا سحرهم القوي علشان يقتلوهم، ورغم انهم ما كانوش اي وحوش يعني والبنات كانت خايفه منهم، الا انهم اتقتلوا بكل سهوله على ايد يوجي والسلايم بتوعه بسحرهم. حتى الدب العملاق اللي كان بيجري ورا السلايم اتقتل برضه. وبكده السلايم عرفوا يوجي ان خلاص كل الوحوش خلصت وما فيش اي وحش تاني متبقي. بس فجاه كده زعيم الكل حس ان الارض بتتهز كأن في زلزال ولا حاجه، بس ده طلع ألعن من الزلزال، لان الهزه دي بقى سببها ان تنين الارض خرج من تحت الارض، وهو دلوقتي قدام يوجي اللي يعتبر أزعة بالنسبه له علشان يقتله. في الوقت ده بقى تيتا وليسا فضلوا ينادوا عليه علشان يستخبى معاهم وينفد بجلده، لكن يوجي كان مصمم انه يحاربه. في الاول استعمل سحر عادي كانه بيقاتل اي وحش، ولما ملقاش اي تاثير على الوحش الضخم ده من السحر العادي بتاعه، قرر بقى انه يستعمل سحره القوي بتعويذه جديده من اللي اخدها من المكتبه، ونادى بقى على السلايم بتوعه علشان يساعدوه في تعويذته. وبالفعل مع استعمال كذا تعويذه مره واحده كده هو ومساعده يعني السلايم بتوعه، قدر بقى يسبب انفجار رهيب في المكان اللي هو فيه. وبنبص كده بعد ما خلص الانفجار ده بنعرف ان يوجي قدر يقتل تنين الارض بسحره، ودي حاجه خلت تيتا وليسا يتصدموا منها جدا جدا. في نفس اليوم ده بقى رجعوا كلهم للنقابه تاني، وعرفوا بقى موظفه الاستقبال ان هم مش بس عرفوا مكان تنين الارض دول كمان قتلوه. والخبر ده خلى موظفه الاستقبال تبقى في دهشه رهيبه، وما صدقتش غير لما شافت عظمه راس التنين بذات نفسها. فكافئتهم بعدها بمبلغ كبير جدا، مش بس بسبب هزيمتهم للتنين، كمان لانهم وقعوا العصابه اللي روديس كان منها وهم يعني ما يعرفوش. واللي عرف بقى الخبر ده هو صاحب النقابه، اللي اول ما شاف يوجي قال له تعالى لي مكتبي عايزك دلوقتي. ولما راح له يوجي بقى لقى نفسه في اجتماع مع كبار الساده في المدينه. وايه سبب بقى الاجتماع ده بقى؟ سببه هو ان الكاهن شاكك ان اللون الغريب للقمر ده اللي بيجي كل شويه ليه اسباب، وبيكون سببه اسطوري شويه، لان الاسطوره بتقول ان لو القمر اتحول للون الازرق ده معناه ان تنين الارض الحقيقي وصل. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني العالم هينتهي يا زعيم، معناه ان تنين الارض ده اصلا هيخرج من تحت الارض، وكل ما القمر يتحول للون الازرق كل ما التنين ده بيكبر، ولما يكبر بقى للاخر هيقدر ينهي القاره كلها في 3 ايام بس. والاسطوره بتقول برضو ان المفروض يعني في مبعوث من السماء، والمبعوث ده هو الوحيد اللي يقدر يقتل التنين ده. وقتها مدير النقابه كان قرب يشد في شعره، لان في الزمن ده يعني ازاي يلاقي مبعوث من السماء ومفيش وقت اساسا انه يلاقوه، لانه خلاص يعني هيعلن حاله الطوارئ، ومن بكره كل المغامرين هينزلوا الشارع علشان يلاقوا التنين ده يقتلوه قبل ما يكبر اكتر. وبالفعل يا ابو الزعامه حاله الطوارئ اعلنت. ولما خلص الاجتماع ويجي خرج بره، تيتا وليسا اتكلموا معاه وعرفوه انهم هيتطوعوا في محاربه التنين اللي بيقولوا عليه ده، وطلبوا منه يعني انه يجي معاهم. فيوجي عمل نفسه بيفكر هل يعني. بعدها بشويه زعيم الكائن راح له وكلمه واداله كمان خنجر غريب كده، وقال له على الخنجر ده ان هو مبارك. ولما يجي بقى شاف بياناته وامكانيات الخنجر ده عرف انه بيدعم السحر وغير قابل للكسر، حاجه نظيفه يعني. ولما سال الكاهن ليه يعني اداهوله، جاوبه بان ده امر مرسل من السماء مش بمزاجه يعني. طبعا اكيد فهمت دلوقتي مين هو المبعوث من السماء يا زعيم. المهم بعد ما اخد الخنجر ده يوجي بقى قعد في سريره وفضل يفكر، ولما فكر كتير قوي اخد قراره انه يروح يحارب التنين ده لوحده. وبالفعل بقى في الوقت اللي الكل كان نايم فيه يوجي خرج بره وراح بقى برجله المكان التنين اللي باين قدامنا قد ايه هو عملاق. بس يوجي بقى ما خافش منه وفتح كل اختيارات السحر اللي عنده لحد بقى ما اختار اقوى حاجه عنده وهي تعويذه نار الفناء، ودي المفروض يعني هتحرقه في ثانيه. لكن للاسف يا زعيم التعويذه ولا عملت فيه اي حاجه، وده خلى يوجي بقى يتوتر جدا ويحس ان المعركه محسومه خلاص، بالذات بقى لما التنين ضرب ضربته الاولى في المدينه. والضربه دي هي انه خرج نار كده من جسمه وضرب بيها الغابه كلها. بس يعني من حسن الحظ كل الناس كانت نايمه دلوقتي ومفيش حد صاحي يعني وبيمشي في الغابه. وساعتها يوجي عمل تعويذه تانية كده في انه يعمل حاجز علشان ما يتاذيش. وفكر بقى يعمل ايه دلوقتي. اول حاجه جت في باله هي انه يستعمل الخنجر المبارك ده، ويستعمله كمان بتعويذه قويه زي نار الجحيم وحاجات تانية كده. فبعد شويه بقى طلع من الحاجز اللي هو كان عامله ده، ولما حب بقى ان هو يجي يضربه استعمل تعويذته في القفز المعزز اللي يقدر من خلالها ينط لاي مكان يحبه. فنط فوق خالص علشان يطوله. ولما طالوا بقى استعمل كذا تعويذه مع بعض علشان يضربوا بيها. اولها هي كره النار اللي عملت انفجار كبير
كبير جدا، بس برضه يعني ما اثرتش على التنين. بعدها عمل تعويذه نار الهلاك، ودي بقى من اقوى التعاويذ اللي ممكن تستعملها، وساعتها عملت انفجار رهيب جدا في السماء، ودي الوحيده اللي اثرت فيه وقعته. وقتها يوجي يفكر في انه خلاص كده التنين مات، بس التنين فاجئه انه لسه عايش عادي جدا، بل وكمان خبطه بديله حته خبطه يا زعيم خلت يوجي يطير لسبع سما، وخبط وكسر كل حاجه قدامه. بس برضه يعني ما ماتش ولا استسلم حتى، بالعكس كان عمال يفكر يعمل ايه في اللي قدامه ده، فقرر خلاص انه ينهي الحوار ده كله بالخنجر اللي قدامه مع اقوى تعويذه عنده، وهي تعويذه الهجمه السماويه. وبالفعل عملها وشلت حركه التنين بالكامل. بعدها نط يوجي من مكانه وفضل يضرب في التنين ده بالخنجر في كل جسمه، واللي حصل ده خلى التنين يموت اخيرا، ودي تعتبر يعني معجزه. بس كل اللي حصل ده بقى بيأكد لنا ان يوجي هو المبعوث السماوي مش اي حد. المهم لما خلص العركه دي بقى رجع لسريره تاني ولا كأن اي حاجه حصلت. تاني يوم بقى مدير النقابة خبط عليه وعرفه على الصبح كده ان السما رجعت لطبيعتها وخلاص مفيش محاربة تنانين تاني، لان الكهنة عرفوا ان التنين اتقتل خلاص من المبعوث. طبعا الكلام ده بيتقال قدام يوجي وهو عامل نفسه من بنها وعبيط ومش قال لهم حاجة، وفضل بقى يهز راسه ويقول والله انا ما كنتش اعرف حاجة، والله انا كنت نايم اصلا. وقتها بقى المدير ضحك ضحكة خبيثة كده وقال له عامة يعني لما تحب تقتل تنانين تاني تبقى تطلب المساعدة. ولما يوجي بقى حاول يسأله يقصد ايه بالكلام ده قام مشي وسابه. بعدها يوجي خرج بره الأوضة علشان يقعد مع فريقه. ساعتها بقى عرف فريقه إنه بيفكر يروح مدينة تانية كده، ولما سألهم إيه أحسن مدينة يروحها وإيه أكتر مدينة آمنة في الوقت ده، جاوبوه بقى بمدينة اسمها ريكاردو. هناك بقى يقدر يعيش ودماغه مرتاحة على الآخر. وبالفعل سمع كلامهم وودعهم واتجه للمدينة دي. وهو في الطريق بقى جات له مكالمة من الساحرة بتاعته اللي بنعرف إن اسمها دودو، بتقول له تعالى تعالى بسرعة الموضوع كبير، تعالى لي عند المكان اللي قتلت فيه تنين الأرض. ولما راح لها يوجي بقى وسألها في إيه، جاوبته إنها يعني نادته وقلقته بس علشان يلم مع الفطر من الارض، بس لان جسم التنين لما يموت بيخرج من جسمه فطر كده، والفطر الاحمر ده ممكن تصنع منه جرعات الحكيم، اما الفطر الازرق فممكن تصنع منه جرعات استرجاع المانا. ولما عرف يوجي بفوائده دي قرر يساعدها فعلا علشان يعني ياخد الجرعات دي هو كمان بعد الفرهده اللي اتفرهدها الايام اللي فاتت دي. المهم لما لمها كلها هو والسلايم بتوعه بسحرهم، دودو بقى بدأت في تصنيع الجرعات، وهي بتعملها كده بقى كانت بتستعيد الذكريات مع يوجي. وبنعرف هنا بقى ان دودو او كوكو كان معمول فيها يعني لعنه من الاعداء، بحس يعني ما تكونش قادره تستعمل سحرها تاني، بس يوجي شافها في الغابه وفك اللعنه دي بسحره. ومن بعدها بقى قررت تساعده وتخدمه وتفاديه بحياتها لانه هو اللي انقذها، فلما يعوزها في اي حاجه بتجيله على طول. وبعد ما صنعت الجرعات وادت نصها ليوجي مشيت هي بقى، ويوجي هو كمان كمل في طريقه. وفي الطريق بقى وقف كده عند قريه غريبه، ومش بقول عليها غريبه لان يعني فيها ضباب في كل حته، لا لا لا، لان كل القراوين اللي فيها كانوا مبتسمين ليوجي وبشكل غريب جدا ومتنحين قدامه لدرجه ان يوجي اترعب منهم. فواحد من القراوين بقى راح له وعزمه على الغدا، ولما وافق يوجي سأله القروي ايه اللي جابه هنا، دي قرية معزولة يعني، بيقول كده وبقية القراوين كانوا مراقبينه من الشباك. فيوجي قال له انه مش قاصد يجي القرية دي ولا حاجة، هو في الاساس كان رايح مدينة اسمها ريكاردو، بس يعني في الطريق هو تاه. ولما عرف القروي بالكلام ده خلاه يمشي، بس قبل ما يمشي بقى سأله يوجي عن اسم القرية دي، فجاوبه بانها اسمها قرية الحاكم، وبعدها قام مشي خالص. لكن الغريب يا زعيم ان بعد ما مشي القروي اللي كان بان عليه طيب ده وشه اتقلب فجأة، وهو بيتكلم مع واحد كده مش شايفين شكله بيقول له ما تقلقش امان، هو كان قاصد اصلا يروح مدينة تانية، بكرة بقى نبقى نروح ناخد حصاد بركة التنين، وبعدها نطهر العالم الزبالة ده من مخلوقات وننهيه علشان نخلص بقى ونموت بلا قرف. بعدها يا زعيم بنشوف يوجي لسه مكمل في طريقه وهو عمال يفكر في القرية الغريبة دي اللي كل اللي فيها كان عمال يتنح له، وفضل يفكر لحد ما وصل خلاص للمدينة اللي هو عاوز يروحها. وبالفعل خلاص وصل لمدينة ريكاردو اللي بيكون فيها الجو تلج جدا. فيوجي وقتها قرر يستعمل سحره علشان يدفي نفسه، ولما اتدفى كده سأل عن احسن مطعم لانه جعان جدا. فواحد بقى من المدينة ادله على مطعم قريب من هنا، ولما راح له بقى يوجي لقى المطعم مقفول. ولما سأل بقى الجرسونة ليه مقفول رغم يعني ان احنا لسه في النهار، فجاوبته بان مفيش حطب يقدروا يطبخوا من خلاله، ومادام يعني مفيش حطب يبقى مفيش اكل والمطعم هيفضل مقفول. ولان يوجي جعان بقى فبيقرر يتصرف، فخرج بره بقى للغابة علشان يجيب لهم الحطب وكسر كل الاشجار اللي قدامه، وكمان عمل تعويذة علشان يقدر يجفف الخشب ده. ولما عمل كده وودى كل الحطب ده للمطعم، الشيف الموجود في المطعم كان مصدوم جدا بانه مجفف كده رغم ان الدنيا ساقعة يعني، فعرفوا يوجي بقى انه قدر يجففه بالطريقة دي باستعمال السحر. ساعتها بقى الشيف قال له انه يقدر يعمل له وجبة حلوة بالحطب ده، وبالفعل طبخ له برجر مشوي كده على الفحم. ومن كتر حلاوة الاكل يوجي حس انه طاير في السماء. وبعد ما اكل وشبع عرف بقى من الشيف ان الحطب ده ناقص جدا، وكل الحطب اللي هو جابه
جابه ده هيتوزع على المدينة كلها. ساعتها بقى يوجي قرر يجيب حطب تاني علشان يوزعه بنفسه، وراح للنقابة اللي هناك وسألهم يقدر يساعد المدينة دي ازاي. فقالت له الموظفة ان في واحد اسمه دوكا، وده بقى المدير اللي بيشرف على الناس اللي بتقطع الاشجار، فيروح بقى هو هناك ويساعد. ولما يوجي بقى راح هناك يا زعيم فاجئهم كلهم بشطارته لما قطع كل الاشجار اللي قدامه في ثواني، وهم يا عيني بقالهم بالايام بيحاولوا يخلصوهم. ولما خلص يوجي بقى معظم الاشجار اللي في الغابة راح بقى سلمهم للنقابة علشان يعني يوزعوهم على الاهالي اللي في القرية. وفضل بقى كل يوم يقطع شوية من الاشجار. وفي يوم يوجي راح لنفس المطعم اللي كان بياكل فيه واكل برضه وجبة عجبته قوي، بس ساعتها بقى الشيف قال له ان احسن وجبة عنده لسه ما دقهاش، وده لان لازم يكون في عشبة كده اسمها الريشيا، وعشبة الريشيا دي بقى مسيطرة عليها الوحوش. فاول بقى ما يوجي سمع بالكلام ده قرر يروح يقتل كل الوحوش اللي هناك علشان يعني يدلع كرش بالوجبة اللي الشيف ده بيقول عليها. بس قال يعني الوحوش دي مش مستاهلة يروح يقتلها بنفسه، فقام بعت بقى الذئب بتاعه لهناك والسلايم بتوعه علشان يقتلوهم. وبالفعل قتلوهم كلهم وخلص على كل الوحوش. بس الغريب ان السلايم بتوعه بقى له حاجة غريبة جدا في المكان، وهي كورة كده عمرهم ما شافوها قبل كده. ينادوا بقى يوجي علشان يشوفها، ولما شافها يوجي بقى عرف برضه انها مش كورة عادية، فاستدعى بقى دودو علشان يسألها ايه الكورة دي بالظبط. فكوكو او دودي دي يعني عرفته ان الكورة دي كورة سحرية وبيتم استعمالها في اللعنات والسحر، وما دام هي موجودة هنا يبقى اكيد في حد عمل لعنة في القرية دي. وممكن كمان الطقس الجليدي ده يكون بسبب اللعنة، لان كل ما السحر يكون قليل في المكان كل ما المكان بيبرد، واللعنات كالعادة بتقلل السحر. فيجي بقى ساعتها استعمل سحره لفك اللعنة دي، وقال يلف كده في الغابة برضه يمكن يلاقي كرة سحرية تانية. وبالفعل لقى كتير جدا منهم، وبعدها فك لعنتهم برضه. وقتها اتأكد يوجي ان الغابة والمدينة دي وراهم حاجة، فقال يفجر بقى الغابة باللي فيها لانه حاسس ان في حاجة ورا الاشجار دي. وبالفعل لما فجر معظم الاشجار اللي قدامه لقى حفرة تحت الارض كبيرة جدا، فقرر ينزلها رغم انه باين قوي انها خطر. ولما مشي يوجي بقى في المكان ده قام لقى احجار سحر كتير جدا، فعرف على طول ان المكان ده تبع عصابة كده بتصنع الاحجار ديت علشان تعمل لعنات، وبيكون لسه معرفش مين في مصلحته يعني يعمل كده، لحد ما سمع ناس بتجري كده حواليه. ولما استخبى علشان يشوف مين الناس دي قام لقاهم بقى الناس اللي شافهم في القرية، وبيكونوا لابسين عبايات كده غريبة بتدل انهم تبع طائفة قمر الخلاص اللي الكاهن كان كلمه عنهم. فقرر يمشي من المكان ده بسرعة ويخلي السلايم بتوعه يراقبوه، بس الاول كده عمل تعويذ عليهم علشان يكونوا مخفيين ومفيش حد يشوفهم. وبالفعل مشي من المكان والسلايم فضلوا بقى يمشوا وراهم، وفضلوا بقى يمشوا لحد ما لقوا سلم كده المفروض يطلعوه. ولما طلعوه اتصدموا بقى من المكان اللي هم فيه، لان السلم كان بيوديهم لنفس القرية اللي كانوا راحوها. فساعتها بقى يوجي اتأكد من شكوكه ان الكراوين اللي هناك مش مجرد ناس عادية، واتأكد بقى ساعتها انهم تبع طائفة قمر الخلاص. المهم بقى لما السلايم اتصنت ويعلى على الكراوين دول عرفوا انهم متضايقين جدا ان في حد فك اللعنات اللي في الاحجار اللي كانوا حطوها في الغابة، وبناء على كده بقى قرروا يروحوا الغابة بنفسهم علشان يعني يحطوا احجار سحر تاني ويحطوا فيها لعنتهم ويعرفوا مين الخنزير ده اللي اتجرأ وفك لعناتهم. واول حاجة عملوها انهم اتفرقوا علشان ينتشروا في الغابة. ولما السلايم بتاع يوجي شافوا 2 منهم قاموا بقى استعملوا سحرهم وربطوهم. وفي اللحظة دي عملوا حاجة غريبة جدا، نفس اللي كان عمله واحد قبل كده شفناه في الغابة لو تفتكر، وهم انهم انتحروا في ساعتها بنفس الطريقة، انهم يعني مضغوا حاجة معينة كده ببقهم زي سم كده وماتوا كانهم مستعدين للموت في اي وقت. في نفس الوقت بقى يوجي امر السلايم بتوعه انهم يدوروا على اي حاجة يعني تخص الطائفة دي، فياخدوا يعني طبعا كل الكتب الموجودة وياخدوا اي حاجة تخصهم. وفعلا كل السلايم بلعوا كل المكاتب اللي كانت في القرية، وكمان لقوا باب كبير جدا، ولما دخلوه لقوا فلوس بالهبل وذهب بالعبيط يعني فخدوه كمان. ولما واحد بقى من الكراوين لاحظ ان الذهب والثروة اتخذت راح جمع كل الكراوين وعرفهم، فعرفوا على طول ان في دخيل هنا وكشف وجودهم. في الاثناء دي بقى قرروا قرار كده عجيب جدا، وهي انهم يعني يفجروا القرية دي باللي فيها، بس الاول ينتحروا. فكل واحد بقى مسك سيفه وقتل نفسه، وتلقائيا بعد ما عملوا كده سحر اخضر كان في المكان كله، والسحر ده بدوره المفروض انه ينهي المدينة دي كلها ويفجرها. ولما عرف يوجي بكده امر السلايم بتوعه يمشوا من القرية فورا، وعلشان ما فيش وقت استخدم سحره على طول. وبعدها لم السلايم بتوعه في حاجز سحر كده وطيرهم. وبعد بقى ما رجع السلايم بامان ليوجي، يوجي عمل كذا تعويذة علشان يقدر يعمل حاجز قوي للقرية. وبالفعل قبل ما القرية تنفجر الحاجز كان فوقيها، ومفيش كام دقيقة كده والانفجار بدأ على طول. والانفجار ده كان رهيب جدا وكان قرب يكسر الحاجز السحري اللي يوجي عمله. وطبعا بقى لو حصل كده الانفجار ده هيوصل للغابة وبعدها للمدينة اللي يوجي قاعد فيها. وعلشان يوجي يمنع كده استخدم كل طاقة السحر علشان يعزز الحاجز، لدرجة بقى ان طاقة السحر بتاعته استنزفت وبقت بالسالب. وكل ده بقى من قوة الانفجار اللي حصل، لحد بعد
مدة أخيرا الانفجار الرهيب ده خلص، ويوجي بعدها رجع بسلام للمدينة. وبنلاحظ إن كل سكان المدينة كانوا مستنيينه أصلا لأنهم كانوا قلقانين عليه، وده لأنهم حسوا إن في هزة كده حصلت في الأرض، وساعتها بيكونوا فاكرين إن دي يعني نيازك. طبعا هما ما يعرفوش أي حاجة باللي حصلت دي. وبنتصدم دلوقتي بقى إن الجو بقى عادي جدا ودافي، فبنتأكد من كده إن التلج اللي هما كانوا فيه ده كان بسبب أثر اللعنات اللي كانت معمولة على المدينة زي ما كوكي قالت بالظبط. المهم بعد ما سكان المدينة اطمنوا على يوجي لما رجع بيته، نام بقى بعدها وارتاح بعد الفرهدة اللي حصلت له النهارده دي، وفطر بقى في نفس المطعم اللي كان بياكل فيه دايما، وكالعادة وقع من طوله من حلاوة الأكل. بعدها بقى يا زعيم قال يشوف الكتب والمستندات اللي السلام بتوعه لقوها في القرية علشان يعرف أكتر عن الطائفة دي. فلما فتح ورقة منهم لا الكلام اختفى فجأة، فعرف على طول إن في تعويذة معمولة عليها علشان مفيش حد يعرف أسرارهم، وكل الورق اللي شافه حصل فيه كده ما عدا ورقة واحدة بس اللي الكلام فيها ما اختفاش، وبنعرف إنها ورقة من قائمة الناس المطلوب اغتيالهم. ويوجي بقى بيتصدم جدا إن في آخر القائمة دي موجود اسمه، ودي حاجة مش مبشرة خالص. تاني يوم بقى بنشوف ناس من الطائفة دي، وكانوا ساعتها بيراقبوا تحركات يوجي وبيقولوا اهو لقيناك يا حلو، خلاص هنقتلك النهارده قبل بكره. وبنلاحظ بعدها يوجي ماشي من مدينة ريكاردو خالص، وشكله كده ناوي يروح مدينة تانية، وبنتأكد من كده منه دلوقتي لأنه بيفكر مع نفسه وبيقول أنا كان لازم أمشي من هنا من بدري بعد ما عرفت إن الطائفة عايزة تقتلني. وبنعرف إنه قبل ما ياخد القرار ده سأل الموظفة اللي في النقابة عن أحسن مدينة ممكن يروحها دلوقتي، لأنه يعني قرر يسافر. فبتقول له بقى إن أحسن مدينة بالنسبة له هي مدينة بوجينيا، ودي المدينة اللي كل المغامرين بيحبوا يروحوا لها. وبتعرفوا كمان إن في حداد هناك متخصص في تصنيع دروع الوحوش علشان يعني يحموا دفاعهم وكده، وبيكون اسم الحداد ده جيجل، ونصيحته أول ما يوصل المدينة يروح له على طول. وفعلا حب يوجي الفكرة دي وقرر يروح له، وهو ماشي كده في ترحاله واحد من السلام بتوعه عرفوه إنه متراقب من اتنين، فيوجي بقى قال لهم إنه عارف بس هو اللي بيستهبل، وأمر بعدها السلايم بإنه يراقبوهم كويس قوي ويعرف يعني بيقولوا إيه. وعرف بقى ساعتها إنهم من الطائفة إياها اللي عايزة تغتاله، هما دلوقتي مراقبينه علشان يعرفوا نقاط ضعفه وقوته. فيوجي بقى كمل في التمثيلية دي وعمل نفسه يعني مش شايفهم، بس بالحقيقة هو شافهم كويس قوي وهم مش واخدين بالهم، وعرف كمان بياناتهم. وفضلوا بقى مراقبينه لحد ما وصلوا لمدينة بوجينيا، وهناك يوجي بقى فضل يتصرف تصرفات غريبة كده، زي مثلا انه راح لبتاع خضار كده ومثل انه مش معاه فلوس يشتري اكل، وزي كمان انه خبط في واحد وفضل يعتذر له زي العبيط. والتصرفات دي خلت اللي من الطائفة يشكوا انه خطر جدا زي ما اسيادهم قالوا لهم، لانه كان باين عليه انه عبيط وفقير. وبنعرف هنا من يوجي ان دي خطته اصلا، ان يبين لهم يعني انه مش مقاتل قوي ولا حاجة علشان يعني يشيلوه من قائمة المطلوب اغتيالهم. المهم بعد ما باين ليهم انه فقير يعني وعبيط، باين لهم كمان انه سكري لانه راح لاقرب بار كده وشرب هناك. وطبعا الاتنين اللي كانوا من الطائفة شافوه ساعتها كانوا جابوا اخرهم، والراجل اصلا كان مستغرب جدا ان واحد زي ده يكون من مطلوب اغتيالهم، ده من اول اليوم هو بيتصرف كده بغرابة. وطبعا يوجي كان سامعهم فعرف انه ماشي صح. والتاني يوم بقى راح للنقابة اللي في المدينة دي، وقرر بعدها ياخد مهمة، فاخد مهمة الإطاحة بوحش ضعيف كده. فالاتنين اللي كانوا مراقبينه قالوا هي فرصة نشوف بقى بيقاتل ازاي ونعرف ايه نقاط ضعفه. وبالفعل تاني يوم راح للمكان اللي فيه الوحش ده. طبعا كلنا دلوقتي مفكرين ان يوجي هيستخدم سحر وكده يعني كعادته، بس لا، ده قال في نفسه انا مش هعمل اي حاجة، انا هسيب الذئب بتاعه هو اللي يتصرف. فالذئب بتاعه ساعتها قال له نعم وانا مالي يا عم، هو انت هتموتني علشان تخلي الطائفة تشوفك ضعيف؟ فيجي بقى ما ردش عليه وقال له ما يخافش، هو اللي هيتحكم في المعركة بس من بعيد. في الاول الذئب كان خايف جدا، بس مع الوقت اتشجع كده وقال وماله يلا نجرب، انا كده كده ممكن اقدر اهزمهم عادي رغم كترتهم. وبالفعل الذئب ورانا بقى مهارته القتاليه الجامده جدا، وفضل بقى يخبط في الوحوش دي يمين وشمال. وقتها الاتنين اللي من طائفه حسوا ان الذئب قوي جدا، وعرفوا ان دي حاجه لازم ياخدوا بالهم منها، ودي حاجه ضايقت يوجي جدا لان مش ده اللي هو عايزه، هو عايز يبان انه عادي يعني مش خطر. فبالتالي بعدها على طول استخدم سحره في التعزيز الجسدي للوحوش دي علشان يخليهم اقوى واقوى، بس ده بقى خلى الذئب يحس انه هيموت فيها. ولما يوجي قال لي يستخدم نفس السحر في الذئب عمل نفسه سبع البرومبا وقال لا هقدر اهزمهم برضه وهتغلب على خوفي. وبالفعل الذئب اتشجع وراح يهجم على الوحوش الضخمه دي، وعلى طول اطاح بيهم كلهم واداهم علقه محترمه، ودي حاجه مش حلوه لان الطائفه اتاكدت ساعتها ان الذئب اقوى مما تخيلوا. فوقتها بقى يوجي استعمل سحره علشان يقوم يعني الوحوش دي من تاني. وقتها وحش منهم راح ليوجي بذات نفسه علشان يقتله، فيوجي بقى بكل تلقائيه خرج سيفه من عنده قسم الوحش ده نصين،
بس بعدها أدرك المصيبة الكبيرة اللي عملها، لأنه بكده بين قوته قدام الطائفة. وبالفعل الاتنين اللي من الطائفة كانوا منبهرين جدا بقدراته، أو باين على عينيهم يعني. بس بعد شوية بنشوفهم بيقولوا لا، اللي حصل ده عادي، شكله ما يستاهلش المعافرة أصلا، وقاموا مشيوا. والكلام ده بقى طمن يوجي جدا جدا، لأن كده الخطة مشيت زي ما هو عاوز. وبعد شوية بقى الاتنين دول راحوا أماكنهم وكلموا سيدهم، وكان في سلايم مراقبهم وسمع كل كلامهم. واللي بيقولوه بقى لسيدهم دلوقتي إن اللي اسمه يوجي ده ما يستاهلش إنه يتقتل، لأنه يعني طلع عادي، يعني مش قوي ولا حاجة. فيروحوا بقى للراجل التاني اللي المفروض يتقتل. وبنعرف بقى إن الراجل اللي هم عايزين يقتلوه ده هو نفس الكاهن اللي كان ادى ليوجي الخنجر السماوي. ولما عرف بقى يوجي بالكلام ده استعمل سحره من بعيد علشان يجمدهم، وبالفعل اتجمدوا من سحر الجليد، وبكده مش هيعرفوا ينفذوا مهمتهم. وكان طبعا يوجي مستغرب ليه يعني كانوا عايزين يقتلوا الكاهن ده. بس عامة تاني يوم قال بقى يروح للحداد اللي اسمه جيجل ده علشان يصنع دروع بقى قوية جدا للسلام بتوعه والذئب بتاعه. ولما شاف جيجل الوحوش بتوعه قال له ان ادوات تصنيع الدروع المخصصة للوحوش قوية زي دي مش موجودة هنا، ولازم علشان يجيبهم يهزم بعدها التنانين الموجودة في الجبال البركانية، وفي منها الحمراء والزرقاء. الزرقاء بتكون للتنين الازرق اللي يعتبر اقوى من الاحمر بكتير، بس صعب قوي يعني هزيمته. ولو عرف بقى يهزمه ياخد المعدن اللي بيخرج من جسمه ويجيبه له، وبكده بقى ساعتها يقدر يصنع بقى الدروع اللي تليق بوحوشه. وبالفعل تاني يوم راح للنقابة علشان يعرفهم باللي ناوي يعمله. بس ساعتها الموظفة حذرته ان هزيمة التنانين البركانية مش بالسهولة دي، هم اصلا مش بيتأثروا بالسحر حتى لو هو ساحر، هم بيتأثروا بالمية بس، ومستحيل حد يقدر ياخد كمية مية كبيرة لفوق الجبل. وقتها يوجي طمنها انه عنده التعويذ اللي تقدر تعمل كده. بس الموظفة حذرته تاني ان حتى لو يقدر يقتلهم بالمية في مشكلة تانية، وهي ان في موجود كده سمكة متوحشة ممكن يقابلها في الطريق، ودي بقى موجودة في النهر اللي لازم يعدي منه قبل الجبل. فيوجي قال لها ماشي هاخد المهمة دي برضه. وقتها الموظفة افتكرته يا عبيط يا هبل. عامة بقى بالفعل يوجي راح ناحية الجبال دي، ووصل بعدها للنهر اللي المفروض فيه السمكة المتوحشة. وعلشان يتفادى خطورتها خلى السلايم بتوعه ينزلوا بنفسهم للنهر علشان يقتلوها قبل ما هي تقتلهم. ولقوها فعلا في حفرة عميقة جدا في النهر، وكانت عمالة تجري وراهم. وقتها يوجي استعمل سحره وجمدها قبل ما تيجي ناحيته، بس السمكة قدرت تفك التجميد ده وعاشت عادي جدا. فيوجي بعدها استعمل سحره برضه، بس المرة دي بمهارته في النار، وعلى طول حرقها وخلاها فحمة، وبكده اتخلص منها. ودلوقتي يقدر يروح للجبل وهو مطمن. ولما وصل بقى لفوق الجبل شاف فعلا تنانين كتير حمراء، وقدر يتغلب عليهم بسهولة بسحر الماء اللي يقدر يستخدمه. واخد المعدن اللي خرج منها وقعد يلمه. بس لما مشي شوية شاف بقى التنانين الزرقاء اللي كانت مشكلة بقى، لأن يوجي مهما رش عليهم مية ما كانتش بتأثر فيهم. فقال بقى يستعمل سحره في الجليد، وبالفعل استعمله وجمدها. بس بعد شوية قدرت برضه تفك نفسها للأسف. فيوجي بقى قرر يستعمل تعويذة قوية جدا تقدر تخلي الجليد ده 10 أضعاف العادي. ولما عمل كده وجمدها بالطريقة دي بانت إنها مش قادرة تتحرك. بس بعد شوية برضه قدرت تفك نفسها، لكن مش لوقت طويل يعني، لأن بعدها بمفيش وقعت على طول من طولها. وبكده يوجي قدر ياخد المعدن بتاع التنانين الزرقاء. وبعد ما خلص راح للنقابة وعرفهم باللي عمله، اللي يعتبر يعني مفاجأة بالنسبة لهم. وادى كمان المعادن كلها للحداد جيجل اللي قدر يصنع منهم دروع قوية جدا للوحوش بتوعه. وفضل بقى يوجي يعمل تدريبات كتير جدا بالدروع دي اللي عجبته جدا بالمناسبة. بس بقى المشكلة ان بعد التدريبات دي كلها الدرع اتفك شوية. فبكده بنفهم ان السلايم بتوعه محتاجين معادن اقوى كمان. فجيجل عرفه ان علشان يصنع دروع اقوى من دي لازم بقى يهزم تنين النار. وده عبيط اصلا اللي يقرب له، لان نادر جدا ما بيخرج من البركان اساسا. وكمان لما بيخرج بيقتل كل اللي قدامه ويقدر ينهي مدينة كاملة في ثواني. فيجي قالها فكر بقى في الموضوع ده بعدين. لما روح بقى وقعد يفكر مع نفسه لقى صوت غريب جدا خارج من جبل البركان اللي قدامه. وفي نفس الوقت بقى السلايم بتوعه بيعرفوه ان في ناس غريبة كده رايحة ناحية الجبل ده. فامرهم على طول يجي انهم يعني يراقبوهم، لان مش عادي ان حد يعدي ناحية الجبل اصلا. في نفس الوقت ده بقى في حاجة غريبة بتحصل ناحية الجبل، ولما بنقرب كده بنتصدم ان في تنين عملاق جدا طالع منه. وبنعرف بقى ان التنين ده هو تنين النار. اما الاتنين اللي ماشيين دول لسه ما نعرفش دول تبع مين، بس مع مراقبة السلايم ليهم بنعرف ان غرضهم هو تنين النار. واللي بعت لهم المهمة دي ناس من مدينة كده اسمها أورودا. طب كده بقى مسكنا عليهم خيط، وعلشان يجي بقى يعرفهم اكتر استخدم سحره من بعيد في الشبكة السحرية علشان يكتفهم. بس الخبثة بقى عرفوا يتفادوا السحر ده. فعرف يوجي ساعتها ان الناس دول مش ناس عادية، دول قدروا يتفادوا السحر بتاعه. المهم الناس دي كملوا في طريقهم بعدها. فيوجي استعمل نفس السحر بس من ظهرهم. والمفاجأة بقى ان الاتنين قدروا يتفادوا السحر ده برضه وعرفوا يهربوا منه. وكمان بقى قدروا يشوفوا السلايم اللي مراقبهم رغم انه كان خافي نفسه
نفسه وضربوه بالسكينة. وقتها بقى يوجي اتأكد إن الناس دي جاية من طائفة تانية مش سهلة ومش من سكان المدينة هنا، فاستعمل بعدها سحر الشبكة السحرية، بس المرة دي خلى السحر معزز، فالشبكة عرفت تصطدم المرة دي. وساعتها بقى عملوا نفس حركة طائفة القمر بإنهم قتلوا نفسهم في ساعتها لما حسوا إن حد وقعهم. بس يوجي ما كانش فاهم هم محتاجين تنين نار في إيه، وراح بقى للمكان ده علشان يعرف، فلقى إن كان معاهم براميل كده مية وهم ماشيين، وعلشان يتأكد إن المية دي سليمة وما فيهاش حاجة استدعى كوكو. فكوكو بقى لما شافت المية عرفته إن المية دي ملعونة وغرضها أكيد إنها تهيج تنين النار وتخرجه من مكانه. فيوجي ساعتها استعمل سحر التطهير علشان يفك اللعنة دي، وخلاص المية ساعتها بقت نظيفة. بس في حاجة غريبة بتحصل، وهي إن كل التنانين الحمراء كانوا هايجين جدا ومش عارفين السبب. عامة بعدها رجع النقابة تاني وارتاح، بس بالليل نادى عليه واحد من الموظفين وقال له بقى ان في كارثه بتحصل، وهي ان المطر ممكن ينزل دلوقتي، وده لو حصل تنين النار هيقوم من مكانه وممكن بعدها يدمر المدينه، فلازم يمشي فورا قبل ما يحصل كده. وبنلاحظ ان كل سكان المدينه فعلا لموا عزالهم يعني وخلاص هيمشوا قبل ما المطر يمطر. بس اصلا قبل ما يحصل الكلام ده كله تنين النار كان هايج من اساسه، يعني ما استناش حتى المطر ينزل. فيجي وقتها راح له بقى وفضل يراقب تحركاته بكل هدوء، وخلى السلايم بتوعه والذئب برضه يراقبوه. فالسلايم بقى عرفوا يوجي انه اتوجع شويه لما مشي وسط النهر. فيوجي بقى لما عرف الكلام ده قرر يعمل خطه ذكيه، وهي انه يعمل حاجز بسحره في النهر بحيث يجمع كل ميه النهر في الحاجز ده، بس ما نعرفش بقى يلحق يعمل كده ولا لا. وفي الأثناء دي بقى التنين عمال يمشي ناحية المدينة أصلا وخلاص شكل المدينة دي هتنتهي، بس يوجي عنده رأي تاني واستخدم سحره في الجليد لكن ولا أثر فيه، ده ما حسش بيه أصلا. فيوجي قال بقى مفيش حاجة يعملها غير إنه ينفذ خطته البديلة، وهي إنه يرمي كل مية النهر فيه. وبالفعل فك الحاجز ورمى كل المية من فوقه، وبعدها على طول التنين وقع. وافتكروا بقى ساعتها انه خلاص مات، بس لا يا زعيم، ده مفيش بعدها بشويه صغيرين اصلا التنين قام تاني، وساعتها بقى كان هايج على الاخر وقرر يخلص على كل حاجه حرفيا قدامه. بعدها بقى خرج نار من بقه كتير جدا، بس يجي بقى ما سكتش على الكلام ده وقرر يطلع هو كمان ميه بالسحر بتاعه بنفس القوه، وبقت معركه بين الميه والنار دلوقتي. والميه كانت بتمنع النار دي انها تيجي جنب المدينه، وكل شويه بقى يوجي كان بيزود الطاقه اكتر لحد ما خلاص الميه هي اللي كسبت، وبكده التنين خلاص مات، ودي تعتبر معجزة لأنها عمرها ما حصلت قبل كده. وبعد هزيمة التنين الناس اللي كانوا خلاص هيمشوا من المدينة رجعوا لها تاني بقى لما زال الخطر. ويجي بقى ساعتها أخد المعدن اللي خرج من التنين النار ده وادى بقى لجيجل، لكن قال له بقى إن ده معدن تنين صغير. فجيجل بص له كده وقال له هو أنت مفكرني عبيط ولا إيه؟ مستحيل معدن زي ده يكون لتنين صغير. بس يجي بص له كده وصغر له لأنه ما كانش عايز يعرف حد ولا العامل بتاعه باللي عمله ده. فجيجل بقى فهم وقال له وماله، هعمل لك أحسن دروع بيه دلوقتي. وبعدها بقى راح النقابة علشان يعرفهم لقى آلة كده غريبة، ولقى الآلة دي بالظبط قرب تنين النار اللي كان امبارح هايج. فعرفته بقى الموظفة إن دي آلة مطر، والآلة دي بتكون موجودة في كل نقابة. ولما بصت عليها علشان تشوف دي تبع مدينة إيه ما لقيتش أي اسم، لكن لقيت علامة محفورة غريبة فيها. فبيشك يوجي بقى إن العلامة دي ليها علاقة بطائفة قمر الخلاص، وليها كمان علاقة برضه بالمدينة اللي كانوا اتكلموا عليها وهي مدينة أورودا اللي قرر خلاص تكون واجهته التانية اللي هيروحها. وبالفعل ودع جيجل واتجه للمدينة التانية دي. وبنشوف كده في نفس الوقت راجل عجوز عامل دايره سحريه وبيطلب من الحاكم يديله قوه سحريه جباره، وبيكون غرضه بقى انه يدمر العالم ده باللي فيه. وكان لابس كده نفس بلطو الطائفه دي، ما نعرفش برضه لسه مين ده، بس اكيد هنعرف كل حاجه قدام. المهم تاني يوم بقى يوجي بيوصل للمدينه دي اللي اول ما دخلها لقى كل الناس كانت عماله تبص له وبتبرق له، وهو عمل نفسه بقى مش شايف ولا همه حاجه، وكان في منتهى الهدوء رغم يعني التوتر اللي احنا حاسينه ده. وبعد ما مشي على طول الناس اللي قدامه بقى اتجمعوا مع بعض واتكلموا عنه، وواضح كده انهم كانوا عارفين انه يوجي لان قبل كده كان هو من ضمن قائمه المطلوب اغتيالهم، واللي بنعرف منهم برضه انهم من ضمن طائفه قمر الخلاص. وبقى واضح قدامنا بقى ان مدينه اورودا دي متحكم فيها الطائفه دي اصلا ومعظم ناسها منهم. المهم بقى وهما بيتكلموا طبعا السلايم كانوا مراقبينهم، فعرفوا منهم ان في واحد اسمه والتر لازم يستأذنوه الاول قبل ما يفكروا يقتلوا يوجي ده لانه يعني غريب عنهم. فحفر بقى يوجي اسم والتر ده في دماغه علشان يبقى يسأل عنه بعدين. بعدها بنلاحظ ان الكاهن اللي اسمه ستايل بالمناسبه في نفس المدينه هنا، وكمان بيستدعي بقى يوجي ليه علشان يكلمه، واللي بيفتح ليوجي دراعه اليمين اللي اسمه يوهان. وساعتها سألوا يوجي هو استدعاه ليه وهو بيعمل ايه في المدينه دي اصلا، فجاوبوا بقى ستايل انه هنا علشان يوصلوا رساله من الحاكم بتاعه، بس قبل الرساله دي لازم يعرفوا هو مين بالظبط. اولا كده قبل ما يبقى كاهن في الكنيسه كان في الاصل فرد من جماعه اسمها القمر الازرق،
ودي جماعة لها كنيسة باسمها، وكان هو رئيسهم يعني، ويوهان ده هو دراعه اليمين. بس بعد مدة كده ستايل قرر ينقلب على الكنيسة دي، أصلا كان جاله تحذير من الحاكم بتاعه إنه لازم يقفل الكنيسة فورا، بس هو ما سمعش كلامه، لكنه حس بالذنب بعدها، لأن بسبب عدم قفله للكنيسة الكنيسة ولعت بالناس اللي فيها. ده كان من عمايل والتر اللي انقلب عليه وعمل جماعة لنفسه وسماها بقى طائفة قمر الخلاص، اللي عاملة المشاكل دي كلها دلوقتي. ومن بعد بقى الحوار ده وهو مش بيتكلم معاه خالص، وبقى يعتبره عدوه، وهو دلوقتي نداه بسبب الرسالة اللي جات له من الحاكم بخصوصه، لأن العالم خلاص في الأيام اللي جاية قرب ينتهي، وده كله بسبب الطائفة دي، ولازم بقى المبعوث هو اللي يتصرف ويرجع توازن الأرض تاني. وطبعا احنا عارفين إن يوجي ده هو المبعوث. تاني يوم بقى يوجي قال يروح للكاهن تاني، بس للأسف ما لقاش الكاهن خالص وما يعرفش راح فين، ففورا بقى أمر السلام بتوعه يتوزعوا في المكان اللي حواليه علشان يلاقوه، وسألهم كلهم واحد واحد إذا كانوا يعني شافوه النهارده من بدري. بس كل السلايم بقى قالوا له إنه ما شافوش حاجة، ما عدا واحد بس بيقول إنه شافه النهارده هو ودراعه اليمين ماشيين من بدري. فقلق بقى يوجي عليه وقرر يدور عليه في كل حتة، وبعد تدوير كتير محدش لقاه برضه. لكن بعدها بنشوفه كده قدامنا في الغابة وهو بيدخل مدخل سري شكله مخيف جدا، واللي شافه بيدخل المدخل ده واحد بقى من الصلايم بتوع يوجي، وعلى طول عرف يوجي بكل حاجه. وقتها يوجي قرر يروح لنفس المدخل ده، ولما بندخل المدخل مع ستايل بنشوف جماعه قمر الخلاص مستنياه، لكن طبعا مش مستنيينه بالاحضان، دول مستنيينه بالخناجر. فبالتالي بقى ستايل عزز سحره في الدفاع علشان ما يتاذيش هو ويوهان. في نفس الوقت بيكون يوجي وصل خلاص للبوابه، بس قبل ما يدخلها استعمل سحره في كسر لعنه البوابه دي، علشان يعني لو فيها لعنه كده ولا كده تختفي. وبعدها على طول دخل، ولما دخل جوه بقى لقى ناس كتير جدا من طائفة قمر الخلاص ميتين قدامه، فعرف ان في حاجة كبيرة اكيد بتحصل هنا. في الاثناء دي بقى ستايل كان وصل لويلتر خلاص، اللي رحب بيه جدا لانه بقاله كتير يعني ما شافهوش، وبيكون حواليه حراس كده من كل اتجاه علشان يحموه. فستايل بقى ادى لكل واحد فيهم علقة متينة، وبعدها واجه ويلتر ساعتها وقال له ان هو هنا بسبب الرسالة اللي من الحاكم، ومش هيمشي غير لما ينفذها. ساعتها بقى ويلتر ضحك جدا وقال له ان قبل الرسالة دي الكون ما كانش المفروض يكون موجود اصلا، وعملوا كذا خطة لنهاية العالم، بس دايما كان بيظهر المبعوث ويدمر كل خططهم. وبنعرف هنا بقى ان التنين النار والوحوش الكتير اللي ظهرت وكل اللي حصل في المدن دي اللي شفناها دي كانت يعني من خططهم، وكان هدفها الاساسي هو نهاية العالم. بس خلاص لان الحاكم بتاعه هيظهر بنفسه وهينهي بقى العالم بايده، وساعتها المبعوث مش هيقدر يعمل حاجة. في نفس اللحظة ستايل لقى نفسه متكتف، وبعدها كمان اتكهرب بسحر كده، واللي عمل بقى السحر دوت وكتفه كان مفاجأة ليه ولينا كلنا، لانه بيكون يوهان بقى دراعه اليمين اللي طلع خاين في الاساس، وكان من الاول جاسوس اصلا للطائفه دي. في نفس الوقت بقى يوجي فجر بوابه ودخل لستايل اللي بيكون متكتف، وعلى طول فكه من السحر بتاع يوهان اللي كان مكتفه. وساعتها ستايل عرف يوجي بقى كل حاجه ومين والتر ده، ويوهان طلع كمان خاين وتابع يعني الوالتر. وعلى طول بعدها والتر استدعى هياكل كده علشان تحارب يوجي وستايل، ومشي بعدها هو ويوهان علشان يكملوا خطتهم. وطبعا بنشوف ان الوحوش حواليهم من كل مكان، لكن على مين بقى؟ مش على يوجي. وعلى طول هو وستايل حاربوهم بسحرهم بمنتهى القوه. بس وهم بيتعاركوا كده معاهم عرف بقى ستايل يوجي ان ويلتر ده قصده يلهيهم يعني عبال ما يعمل مصيبه كبيره، وعنده ويلتر بقى ويوهان لما دخلوا جوه. وبنعرف بقى حاليا ايه هي المصيبه اللي هيعملها دي، وهو جهاز سحر كبير كده شبه الكرسي، والمفروض بقى لما ويلتر يقعد عليه يحصل له حاجه. ولما قعد بقى يوجي وستايل كانوا وصلوا لمكانه اخيرا، بس للاسف متاخرين لان الجهاز اشتغل على جسمه خلاص. وبعد مده كده ويلتر بقى جسمه اتحول بالكامل وبقى اشبه بتنين ضخم جدا. ففهم يوجي بقى ان دي نتيجه سحر بركه التنين اللي باين قوي انها بكميه كبيره جدا. المهم يوجي بقى حاول يستعمل سحره عليه، بس سحره ما سابهوش خالص ولا خدشه حتى، لكنه هو ما استسلمش وسلط كل السلام بتوعه عليه، وخلى كل واحد فيهم يستعمل نفس السحر اللي هو يعني كرة النار علشان يكون مضاعف. بس للاسف ما فيش فايده، ويلتر قادر يتفادى كل الضربات دي وكان سريع جدا، وحتى لما اي ضربه تيجي فيه كان بيقوم منها عادي، وكل بقى ما كان يتخدش خدشه كده كان بيقدر يسترجع صحته تاني ويتعالج بسرعه. ففكر يوجي في فكره كده، وهو انه يستعمل تعويذه اباده اللعنه، لان بقى لما ويلتر شكله اتغير كده بالطريقه دي معناها لعنه. وبالفعل يوجي عمل كده واستخدم تعويذه تبديد اللعنه اللي اثرت جدا في ويلتر وضعفته. وعلى طول بعد التعويذه دي استعمل تعويذه الحاجز علشان يربطه هو وكل السلام بتوعه لحد ما ربطه في مكان كويس قوي. وبعد ما اتربط كده بقى استعمل كل قوته السحريه في تعويذه كره النار علشان يحرقه، واخيرا نجح في خطته دي ونص جسم ويلتر بقى فحمه. بس قبل ما يموت ضحك كده وقال ان ده مش هيعمل فرق،
فرق، كده كده العالم هينتهي. وبعد ما قال كده حاجة غريبة بتحصل، وهو إنه قدر يستدعي الحاكم بتاعه بمقابل حياته وحياة كل اللي في الطائفة. وعلى طول في نور كبير كده وظهر بعدها بشوية راجل بعين واحدة وشكله بيكون غريب جدا. ولما سأل يوجي ستايل مين ده، قال له إن ده الحاكم اللي بيتبعه طائفة أمر الخلاص. والتعويذة اللي ويلتر قالها دي قبل ما يموت كانت بمثابة استدعاء للأرواح اللي مش موجودة. الله أعلم بقى إيه اللي هيحصل دلوقتي. المهم بقى يوجي لما قرر يواجهه ما حصلش فيه أي حاجة، بل بالعكس ده رد بسحر أقوى من سحره كمان، سحر كرة النار اللي قدرت تفجر المكان ده كله باللي فيه. والسحر ده خلى ستايل والسلايم يتعجبوا منه جدا لأنهم عمرهم ما شافوه قبل كده. على الجانب التاني يوجي قال ما يتفرجش عليه ويسكت، فاستعمل كل طاقة سحره وواجهه بيه، بس ولا حاجة يا زعيم بتأثر فيه، ده حتى ما اتحركش من مكانه، وكان بيدافع عن نفسه كويس جدا بسحره. رغم ان مش بس يوجي اللي كان بيواجهه، ده كمان السلايم بتوعه. واللي كان شايف العركة دي هو ستايل اللي يوجي كان حاميه جوه حاجز سحر كده. فقرر يوجي بقى انه يجيب الخلاصة ويحط كل طاقة سحره في هجوم واحد بس، وهي تعوذة نار الفناء مضاعفة 10 مرات. وبالفعل استعملها عليه بمنتهى الشجاعة، وافتكر بقى ان الحاكم ده مات خلاص. بس الصدمة ان بعد الانفجار اللي حصل ده الحاكم لسه في مكانه وما حصلوش اي حاجة، بس هو اتعصب شوية، فبالتالي استخدم سحره الغريب جدا في السماء لحد ما خلى السماء كلها لونها بنفسجي. وكان بيقول على التعويذة اللي بيعملها دي تعويذة الخلاص، ونتيجتها هي نهاية العالم للأبد. وبنشوف بعد ما السماء بقى لونها كده ايه اللي حصل في الوحوش. كل الوحوش حرفيا اجسامها كبرت وهاجت، واكيد اللي هتعمله بعد كده انها تهاجم الناس الموجودة هنا، ودي طبعا مش بشرة خير خالص. ولما خلص بقى الحاكم ده تعويذته قال لي يوجي خلاص مفيش حل غير الاستسلام، العالم ده هينتهي النهارده. وبعدها قام استعمل سحره في النار علشان يقتل يوجي، بس يوجي دافع عن نفسه بالحاجز السحري اللي عمله. في نفس الوقت كان بيحاول يهاجمه من ورا الحاجز بنفس طريقته. على الجانب التاني الوحوش كانت في كل حته وقريبه كمان من كل المدن اللي يوجي كان راح لها، بس المره دي سكان المدن كانوا عارفين اللي فيها، وعارفين كمان ان اكيد يوجي هو اللي ورا اللي بيحصل ده. فقرروا يحاربوا جنبه علشان يساعدوه، بما انه قبل كده ساعدهم كلهم وانقذهم، وكل واحد حرفيا فيهم مسك سيف وخرج علشان يحارب الوحوش. وكانوا رافضين جدا ان العالم ممكن ينتهي بالطريقه دي ويوجي يخسر. نرجع بقى ليوجي اللي بقى هلكان خالص وتعبان، وده بسبب قوه السحر اللي الحاكم ده بيستعملها عليه، وبسبب برضه انه بيحاول يقتل الوحوش اللي في الغابه في نفس توقيت دفاعه عن نفسه علشان طبعا يحمي الناس. وده خلى الحاكم يضحك جدا وقال له انه مستحيل يعرف ينقذ الكل لوحده، مستحيل بشر يعرف يعمل كده. بس يوجي بقى جات له فكره عبقريه، رغم ان صحته يا زعيم وقوه سحره بقت بالسالب زي ما انتم شايفين كده، قرر يعمل حاجه هتساعد على الاقل الناس الغلابه اللي في المدن التانيه، وهي انه استعمل سحره بقى في التعزيز الجسدي وكمان السحر والدفاع لكل الناس اللي في المدينه التانيه. وبكده الناس اللي هناك يقدروا يدافعوا عن نفسهم ضد الوحوش، وهو يركز بس في الداهيه اللي قدامه ده. ولما قرر بقى خلاص ان مش هينفع معاه السحر بتاعه، قرر انه يعمل اخر تعويذه ممكن يفكر فيها، بس التعويذه دي ممكن تاخد صحته وحياته من قوتها، وهي تعويذه الصعق المقدس. بس ما بدهاش بقى يوجي استعملها، وعلى طول اول ما استعملها فعلا اثرت فيه ووقع لاول مره. فتحس بقى يوجي ما صدق وفضل بقى يستعملها كل شويه عليه حتى وهو واقع من طوله. لكن بعد شويه يوجي سابه. الحاكم قام وهو متعصب جدا وكان عاوز يقتل يوجي في الثانيه دي، بس يوجي دافع عن نفسه وخرج الخنجر بتاعه وقرر يقتله بيه. لكن الاول عمل تعويذه الحاجز علشان يحمي نفسه وعلشان برضه يحبس الحاكم ده جواها. ولما حبسه جواها معاه الحاكم ما كانش قادر يستعمل سحره، فبالتالي بقى يوجي قدامه الفرصه انه يقتله بالخنجر بتاعه. وبالفعل عمل كده والحاكم اخيرا مات. وبعد ما اتقتل من يوجي السماء رجعت لطبيعتها تاني والوحوش كذلك برضه. لكن يوجي بقى اللي وقع من طوله بسبب الجهد اللي عمله في العركه دي، اللي كان مفكر في الاول انها مستحيله، بس في الاخر هزمه عادي اهو. بالليل بقى بنلاحظ ان يوجي مشي من المدينه، وده لانه بقى لو طائفه قمر الخلاص شمت خبر ان هو سبب موت الحاكم بتاعهم هيعملوه كفته. فقرر بقى انه يروح مدينه تانية. ولما سال بقى كوكو ايه الاخبار في المدن اللي هو راح قبل كده، جاوبته بان الناس اللي هناك كلهم بيحتفلوا، وده بعد الانتصار اللي حصل، لانهم عارفين اكيد يوجي هو اللي فاز في المعركه اللي كانت حاصله. والخبر ده خلى يوجي مبسوط منه جدا. على الجانب التاني بقى في مدينة أورودا الناس اللي من الطائفة مش عارفين ايه اللي حصل بالظبط ومستغربين جدا من اختفاء وولتر ده، بس قالوا لنفسهم ان حتى لو كان مات فده مش هيوقفهم ابدا. واتكلموا بعدها عن جهاز سحري اسمه جهاز التطهير، وبنعرف بقى من كلامهم انه قرب ينتهي تصنيعه، ولما ينتهي تصنيعه مفيش مفر من نهاية العالم الزبالة اللي هم فيه. وكمان في مهمة تانية هم لازم يعملوها، وهي هزيمة تنين الخراب الاسود.
اللي ممكن يوقفهم عن خطتهم في نهاية العالم، واللي كانوا حاولوا يهزموه قبل كده بس ما عرفوش. وبنلاحظ بقى ان كل الكلام ده كالعادة يوجي عرفوا من السلايم بتوعه اللي بيتجسسوا على كل البشر، فعرف ان الموضوع لسه ما انتهاش. في العموم وهو قاعد كده كافي خير وشره، قام لقى وحش النمر قدامه، ومش واحد بس، ده جاب عيلته كلها معاه. بس على مين يا زعيم؟ تاني يوم بقى راح لأقرب مدينة جنبه وراح النقابة اللي فيها، وعرف الموظفة اللي هناك بأنه قتل وحش النمر وهو في طريقه. طبعا الموظفة ما صدقتش إنه هزم نمور كانيبال لوحده، بس لما مديرة النقابة جات له وشافت النمور اتأكدت من جرحهم إن اللي قتلهم فعلا واحد بس، فسألته هو مين بالظبط علشان يعرف يقتلهم لوحده. فعرفها يوجي إنه مروض عادي. وقتها المديرة قالت مروض عادي؟ أنا سمعت إن في مروض بيعرف يعني يستعمل السحر وقدر ينقذ كذا مدينة من الهلاك، وكان بيقول على نفسه مروض برضه. في اللحظة دي الموظفة اتصدمت جدا وقالت معقول انت يوجي اللي الكل بيتكلم عنه؟ في نفس الوقت كان كل اللي في النقابة بيبصوا عليه، ويوجي كان واقف محلك سر مش عارف يتكلم. وبكده بيخلص الموسم الاول من الانمي كله، وواضح قوي ان في موسم تاني، لان طبعا احنا مش عارفين لسه هيعمل ايه في المدينه الجديده دي. وكمان طائفه الخلاص ديت ايه ظروفها، ايه هتعملوا في الموسم التاني؟ يا ترى هينفذوا خطتهم في نهايه العالم زي ما هم عايزين، ولا يوجي كالعاده هيوقف خطتهم؟ وطبعا بعد ما يوجي بقى مشهور جدا، ايه الحياه اللي مستنياه بعد كده؟ اكيد هيكون ليه اعداء كتير. كل ده بقى انا عايز اعرفه منك في الكومنتات تحت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو مش مشترك. وبس كده، سلام.